السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بيكم في قناة نهال مجدي لتفسير رموز الرؤى والأحلام. والنهاردة هنتكلم عن رمز الورد الأصفر في الرؤية. ناس كتير بتدور بقى في الورد دلوقتي على اليوتيوب وعمالة تقول ده فرحة مؤقتة، ده حاجة مش هتدوم، ده حاجة هنزعل عليها والكلام ده. أحب أقول لك ركز بقى معايا في اللي أنا هقوله ده. أولا الورد محمود في الرؤية، الورد حلو، الورد فرحة، أحيانا فعلا بيدل على فرحة مؤقتة. يعني مثلا واحدة زوجها راجع من السفر، هيقعد اسبوعين 3 وهيسافر سنة ونص، ما هي دي فرحة، ولكنها فرحة بسيطة لكنها مؤقتة، بس هي كبيرة قوي بالنسبة لها، فهي فرحة، خد البشرة منها. ثانيا ليه جالي ان انا بجمع ورد اصفر او حد اهدالي ورد اصفر، واشمعنى اللون الاصفر اصلا في الرؤية؟ وبلاقي ان انا مثلا بلمه، بلاقي ان انا ماشية عند حديقة مزروعة كلها ورد اصفر. ايه موضوع؟ حتى لو جالك تبعي الشمس في الرؤية برضه هو ورد اصفر، اشمعنى يعني؟ ليه ما جاليش ورد وخلاص؟ اولا عشان تبقى عارف، والله تعالى اعلى واعلم، الورود هي اوراد قرآنية. طبعا بتيجي احيانا على الفرحه مؤقته، ولكن هي ورد. الورد ورد بمعنى ان انا بلتزم بورد معين، والورد ده ان شاء الله يكون سبب لنجاتي من حاجه معينه. الورده الصفراء في الرؤيه بتدل على التزامك بقراءه سوره البقره او بعض الايات منها. اشمعنى سوره البقره؟ انتوا نسيتوا الايه اللي بتقول بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين؟ اللون الاصفر فرحه وسرور يدخل على الرائي، وهنا بتكون ده عايدة اكتر على قراءته ومداومته لسورة البقرة. فسبحان الله العظيم يقولك طب انا ما بقرأش سورة البقرة اصلا، يبقى اذا هي حل للمشكلة اللي انت فيها، يبقى انت محتاجها لكنك مش واخد بالك، وجات لك هنا في الرؤية علشان تفهم وتستوعب انك محتاج تعملها في وردك اليومي. ان شاء الله تقرأ اول يوم 100 آية، تاني يوم 100 آية، تالت يوم 86 آية. جمع الورود الصفراء معناها قراءتك ويعني تعلقك بسورة البقرة. اما ان حد بيديلك زهرة او حد بيقولك طب ما ايه رأيك نروح نشتري زهرة صفراء او الكلام ده، معناها انك محتاج لقراءة سورة البقرة. في العموم اذا لقيت مثلا خطيبي او زوجي او حد في الرؤية اي مكان اهداني ورد اصفر، ممكن الرؤية ما يكونش ليها علاقة بسورة البقرة، ولكن يكون معناها ان الشخص ده بيدخل السرور على قلبي، بيفرحني، بيشوف ايه اللي يبسطني ويعملهولي، لان اللون الاصفر في الورود هو فرحة وسرور. الراجل ده او الشخص ده عايز يسعدني، او معناها ان يجي لي ما يسرني في الموضوع ده. يعني مثلا زميل عمل ماليش علاقه بيه اصلا، وشفت ان هو جاي يديني ورد اصفر، انا ايه ده بقى؟ اولا ممكن يكون جاي علشان اسمه، ثانيا ممكن يكون جاي علشان ايه؟ علشان معناها ان هيجي لي خبر حلو يفرحني من الشغل ده، تمام؟ يعني هو جاي عشان المكان ده. فابشر ابشر اذا رايت الرؤيه دي كان اصفر، كان جميل الحمد لله، ما كانش دبلان، ما كانش وحش او كده. ان شاء الله تكونوا تشوفوا الرؤيه دي وهو حلو وجميل، واتمنى يا رب ربنا يبشركم دايما بكل خير. شكرا لكم على متابعتي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.